السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله، السلام على أنصار الله، السلام على جند الله، السلام على أحباب القرآن العظيم، السلام على من اتبع الحق من ربه وما نزل في كتاب ربه. اليوم كما هو معلوم عند عديد الإخوة والأخوات المتابعين لي من جميع أقطار الأرض، من مشارقها ومغاربها، الكثير والكثير هم بالآلاف حقيقة، والحمد لله رب العالمين أن هذا اليوم هو أول يوم صيام في رمضان الحقيقي. قلت هذا ولن أتراجع. الحقيقة وأن هنالك عديد تساؤلات من الإخوة والأخوات، هنالك من الجدد الذين يتابعون في مجموعات ويتابعون القناة يتساءلون أسئلة هي في الحقيقة منطقية. قالوا لي منذ سنتين أو سنتين ونصف خرجت في ليلة 29 من شهر رمضان بحساب التقويم الهجري المغلوط، وقلت لنا أن هذه ليلة القدر، نعم 29 من رمضان، وتحدثت في ذلك من ذي قبل. الحقيقة يا إخواني وأخواتي لن أبرر شيئا ما غلطا، لا، أنا لم أخطئ، ولكن في ذلك الحين الذي أنشأت فيه تلك القناة وبدأت بحلقات صامتة، لأنه لم يكن لي في الحقيقة تجهيزات ومعدات، لكن الله سبحانه وتعالى جعل نفوسا تهب إلي وجعل أسبابا ورزقا، فأكرمني سبحانه وتعالى وحسنت في هذه التجهيزات التي أسجل بها حلقات لكم ولإخواني وأخواتي في جميع الأقطار، والحمد لله رب العالمين. لكن في ذلك الوقت لم يكن ينبغي لي أن أتكلم أولا وبداية القناة في أشياء قد تنفر الآلاف والآلاف. لم يكن لي الحق أن يتكلموا في أن التاريخ والتقويم مزيفان محرفان. نعم، التاريخ في معظمه مزيف، زيفه بنو إسرائيل، نعم، وزيفه المنافقين من هذه الأمة، هذه الحقيقة. التقويم أيضا مغلوط، لكن لتعلم أن الأمة إذا صامت أي شهر قمري دون رمضان يأتي شهر حتى بالتقويم المغلوط الهجري المغلوط، عندما يصومون رمضان ففي آخر ذلك الشهر تتنزل الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى، نعم، وكنت أعلم هذا، وأن الملائكة ستتنزل ختام كل صوم، كل صيام، ختام كل شهر صيام في ليلة 29 منه، نعم، تتنزل الملائكة في ظلل من الغمام. فخرجت يومها وقلت لكم نعم، وأنا على يقين أن الأمة والمسلمين والمؤمنين إذا صاموا أي شهر قمري باستثناء رمضان تتنزل فيه الملائكة صبيحة ليلة تسميها ليلة القدر. هي في الحقيقة في ذلك الشهر بخلاف رمضان هي ليست ليلة القدر التي نزل فيها القرآن العظيم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، لكن ليلة القدر الحقيقية هي في 29 من هذا الشهر الذي ابتدأ، نعم، في 19، وهو تاريخ اليوم 19 من الشهر 7 2023. نعم، هذا هو اليوم، وهو اليوم تاريخ أول يوم في رمضان الحقيقي. نعم، ستقول لي كيف ذلك؟ أقول لك كان ينبغي علي أن أتكلم بذلك، لأنني في تلك الحلقات أتحدث عن ميقات ليلة القدر، ميقات ليلة القدر. كل شهر قمري تصوم فيه الأمة إلا وتتنزل الملائكة في ظلل من الغمام، ورأيتم بأعينكم في فيديو سابق كيف أنها تحجب ضوء الشمس لينبعث النور من ملائكة النور. نعم، تتنزل الملائكة والروح القدس. هنا أجبتكم على ذلك. كان ينبغي علي أن أحدد لكم التاريخ وهو ثابت، نعم، وترقبوا ليلة القدر الحقيقية في
29 من هذا الشهر القمري رمضان، وهو ليس محرم، ليس شهر محرم. ليس هذا موضوعي في هذه الحلقة التي نويتها الليلة إن شاء الله، لنتحدث عما هو أهم: الصيام في الحر والرمض. صيام الحر، ما الفائدة؟ لماذا يقول سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم؟ هنا أنصح أحبابي والذين لا يطيقون الصيام في الحر، لأن هنالك من يشتغلون أشغالا شاقة حقيقة، متعبة مضنية جدا، ثم أن من يعملون لديهم لا يرحمونهم، لا يعتبرونهم صائمين، لا يصدقون أنهم صائمين، ذلك لما ورثوه من آبائهم وأجدادهم وممن نقلوا لنا إسلاما على هواهم. الله رحيم بعباده، إن لم تستطع أن تصم صياما فلا عليك حبيبي، لا عليك حبيبتي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله رؤوف رحيم بعباده. أما من كان بوسعه أن يصيم وبمقدوره طاقة جسدا وأجواء محيطة به في عمله، في عائلته، مع أصحابه، في مشاغله، من كان لديه الفرصة فليصم هذا الشهر المعظم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تجهد نفسك، لا تجهد نفسك، فربنا سبحانه وتعالى رحيم بنا، يحبنا أكثر مما تحبنا أمهاتنا وآباؤنا، لأنه صنعنا بيديه، لأن الله صنعنا بيديه. أما أمهاتنا فقد حملنا في أرحامهم، وهو الرحيم، وهو الرحمن الرحيم. الله يحبك ويرعاك أكثر مما تحبك أمك وآباك. هذه الحلقة إذن سنتحدث ما المغزى ولماذا يكون رمضان وشهر الصيام الحقيقي في أوج الحر. هنالك من قال لي: يا أخي ارحم الناس، لا تستطيع. أقول لك يا أخي، رمضان يقول فيه سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يا حبيبي، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. المريض لا يصيم، الحائض لا تصيم. هنالك أحكام في الصوم، في الصيام لأن الصوم صوم عن الكلام، معلومة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما حاولت أن تصيم ولم تقدر، وجاءتك ظروف طارئة تهدد حياتك، فلا تواصل الصيام، لأن الله رحيم بك، لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن كنت منذ قليل قد نزلت تدوينات عن منافع الصيام في الحر. المعلومة أحبابي في الله، لأننا سنتكلم اليوم عن صيام الحر والرمض، شفاء من كل مرض. صيام الرمض شفاء من المرض. سأتحدث عن التنافر الحراري. عدم التوازي الحراري بين الجسم من الداخل والطقس خارجا. حرارة الجسم من الداخل والحرارة المحيطة بالجسم. هنا لابد أن أذكركم أن الله سبحانه وتعالى خلق الجان من مارج من نار، وخلق الجان من نار السموم. والشياطين هي أساسا من الجان، هي من الجن، إبليس نفسه من الجن. إذن عندما تتكلم عن أطياف نارية فتتكلم عن أطياف تولدت من الحرارة، من النار. هل تعلم أنك إذا مرضت ترتفع حرارة جسمك؟ المرض من الشيطان. المرض ماس من الشيطان. قال: ربي مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد والشراب. عندما شرب أيوب ذلك الماء البارد انخفضت حرارة جسمه من الداخل، ثم عندما اغتسل بالماء البارد زاحت الحرارة من خارجه، وأعانه الماء البارد على أن
تنقشع تلك الطاقات السلبية الشيطانية من جسمه. سنصل رويدا رويدا لنعلم ما هو أساس التنافر الحراري، نعم، وكيف تكبل الشياطين في رمضان. هل تكبل فعلا؟ أم هنالك موانع تمنع الشياطين والجن من اختراق أجسام الناس؟ الأساس هو التنافر الحراري في شهر الحر والرمد. المعلومة أحبابي، ونحن سنتكلم عن جسم الإنسان، نعم، هذا جسم الإنسان. كم درجة حرارة جسم الإنسان من الداخل؟ الحرارة الاعتيادية هي بين 35 درجة سلسيوس إلى 37 درجة. هذا هو معدل حرارة جسم الإنسان. وأنت تصيم في درجة حرارة ما بين 39 درجة إلى أحيانا تصل إلى 52 درجة. نعم، ما رأيك؟ ثم فيما بعد سنعدد ما هي الفوائد، ما هي الفوائد حقيقة، وكيف أنك تحس نفسك مثل الريشة وأنت صائم في درجات حرارة مرتفعة. هنا ما بالك يا حبيبي لو أن جسمك من الداخل في درجة حرارة ما بين 35 درجة إلى 37 درجة، أما خارج جسمك فهو 39 درجة إلى 52 درجة، لنقل كذلك. أوكي، فأنت في هذا الحين في داخل جسمك درجة الحرارة منخفضة على درجة حرارة خارج الجسم. هنا في الحقيقة درجة حرارة جسمك من الداخل، إذا أنت لم تأكل شيئا طوال اليوم، فالمعلوم أن الطعام يزيد في حرارة الجسم من الداخل، ذلك أن الطعام بأنواعه وأشكاله العديدة يزيد من حرارة الجسم، أي أن الطعام يعطي للجسم طاقة إضافية، طاقة للعمل، فتزداد حرارة الجسم. إذ أنت حافظت مثلا ولم تأكل طعاما في الصيف، ونحن عادة في فصل الصيف لا نأكل كثيرا بل نشرب الماء كثيرا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، نعم، فأنت ستحافظ على درجة حرارة جسمك من الداخل، نعم، فتكون من الداخل في داخلك أقل حرارة من الخارج، فيكون جسمك حقيقة، نعم، متفاعلا نشطا خفيفا أكثر، ذلك أن معدل حرارتك الداخلية هي أقل من درجات حرارة، نعم، الخارج. لنقل أن هناك أطياف جنية، شياطين والعياذ بالله، تسبح خارج جسمك، وهي في درجة حرارة ما بين هذه الدرجة 39 و 52. هل تستطيع أن تخرق جدار الحراري لتلج داخل الجسم في درجة حرارة ما بين 35 و 37، إذ أنك إذا ما أكلت
يوما كاملا ولم تشبع جسمك بطاقات حرارية من الغذاء وأنواع الغذاء المتعددة التي ترفع حرارة الجسم من الداخل، ستنخفض الحرارة اعتدالا جسمانيا طبيعي من الله سبحانه وتعالى، ستنخفض إلى 34 إلى 32 درجة من الداخل. نعم، ها هنا أحبابي في الله، ستصعب على هذه الأطياف الشيطانية النارية التي تحبذ النار الولوج إلى جسمك، فتبقى يوما كاملا مانعا لتلك الأطياف الشيطانية من الولوج. هذه الأطياف الشيطانية إذا ولجت إلى ماذا؟ إلى داخل الجسم، فهي في الحقيقة تبحث عن اعتدال حراري يمكنها من الولوج لتصنع درجات حرارة أعلى داخل الجسم. أما إذا كانت منخفضة في داخل الجسم فهي يصعب عليها الولوج للداخل. المعلوم وأن ارتفاع ضغط الدم مثلا ارتفاع ضغط الدم هو ناتج عن إما عن تفاعلات من الملح في الجسم فيقوى الضغط. ما السبب؟ الأكل. المأكولات تسبب ارتفاع ضغط الدم. هنالك مأكولات بعينها تزيد في ارتفاع ضغط الدم، ما يمكن هذا، وهذا ما تصنعه الأطياف الشيطانية في المأكولات التي نأكلها. إذن الله سبحانه وتعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان. أحبابي في الله، الله سبحانه وتعالى في كتابه يعلمنا آداب الأكل وما الغاية من الصيام. قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله يعلمنا أن الأكل في حد ذاته لا بد أن تكون لنا ثقافة أكل. نعم، ثقافة علمية في الأكل وفي الغذاء. نعم، هنالك أطعمة أصلا تسبب ارتفاع ضغط الدم والسكري أيضا. الكوليسترول، الدهون في الدم. نعم، عديد الأمراض حتى نصل إلى عافانا وعافاكم الله السرطانات. كيف يختل نظام الخلية، النظام الجيني للخلية يختل فيصبح عدوا للجسم من داخل الجسم، مثل ما نشاهده مثلا في عديد الناس مثلا يكونون في الأمة فيصبحون أعداء للأمة، يكونون مثلا في مجموعات مؤمنة بالله تتبع كلام ربها، تتثقف، تتعلم كذا، فيصبحون كالخلايا السرطانية يهاجمون بعضهم بعضا. ذلك هو السرطان، هي الخلايا التي تخرج عن السيطرة وعن النظام البرمجي المحكم من الله سبحانه وتعالى في الجينات، فتخرج عن السيطرة وتصبح عدوة للجسم. إذن الحقيقة وأن هذا التنافر الحراري بين ما هو خارج الجسم وداخل الجسم يمنع الأطياف الشيطانية من أن تدخل إلى الداخل لتزيد في ارتفاع درجات الحرارة. ضغط الدم يسبب التعرق ويسبب هيجانا وشيئا، وأنا في الحقيقة عانيت منه في وقت من الأوقات. نعم، فارتفاع ضغط الدم ناتج عن هذه الأطياف الشيطانية. هنالك ما نسميها يعني تونسيون ارتريال، يعني في الشرايين نسميها تونسيون ارتريال، هي ارتفاع ضغط الدم الشرايين. والله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم أن الشياطين تجري في الجسم مجرى الدم. هذه الأطياف حقيقة هي من ترفع درجات ضغط الدم. نعم، هنالك ارتفاعات لضغط الدم ناتج عن الحالات العصبية والتشنج وما إلى ذلك.
هذا اللعين الملعون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نعم نعم. ولا تغضب لا تغضب، فتفتح ممرا بارتفاع. عندما تغضب ترتفع آليا حرارة جسمك، فيلج هذا المخلوق الملعون النابل، فيزيد في اضطراب جسمك وارتفاع ضغط الدم. أما عندما تكون صائما فأنت لا تمكنه من اختراق هذا الحاجز الحراري، وكأنك تقيم جهاز دفع فتدفعه. هذا هو المقصود من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلجم الشياطين في رمضان. لا تستطيع الجن والشياطين أن تخترق جسمك أو تتعبك، لا تسبب لك مثلا أمراضا مثل السكري والكوليسترول والسرطانات، وسنأتي على ذلك. إذا أحبابي في الله، لنتحدث الآن عن أساس. قلنا أن أساس الفائدة من صيام الحر والرمض، نعم، هو التنافر الحراري. هو عبارة عن الصيام في الحر عبارة على أنك جعلت من جسمك، نعم، طاقة مضادة للشياطين أن لا تلج. لكن ما رأيكم لو كنت أنت تصيم في الشتاء؟ درجة الحرارة، نعم، من مثلا 19 درجة مثلا إلى 28 درجة. ما هو الفرق بين أن تصيم، نعم، في درجة حرارة بين 19 و 28 مثلا درجة في الشتاء أو الخريف أو الربيع؟ ما الفائدة من ذلك؟ كيف تكون الفائدة؟ صيفا في الحر أم شتاء؟ أنت في هذه الأوقات التي درجات الحرارة فيها بين 19 و 28 درجة ستأكل أكثر مما تشرب ماء. ستأكل في إفطارك، ستأكل أكثر، ستأكل كثيرا، ستشبع جسمك، نعم نعم، بطاقات وحريرات كثيرة. لكن فلنذهب ونقل علميا، ولعل عديد الأطباء والباحثين يشاهدونني في هذه الحلقة. ما الذي يفعله صيام الحر عكس صيام الشتاء والخريف والربيع؟ أولا، تتسع الشرايين، تتسع الشرايين في الحر، وبالصيام وقلة، نعم، الغذاء في الجسم تتخلص الشرايين أصلا من تلك الدهنيات، الكوليسترول، نعم، يستهلكه الجسم أصلا. ثم هنالك أعضاء تتخلص من تلك الدهنيات، حتى أن هنالك شوائب متجلطة، يعني مثل الحصى الصغير في الأوردة، تكون عبارة عن دم متجلط يهدد الجسم بتجلطات، يعني بجلطات إما دماغية أو قلبية أو جلطات في الأوردة والشرايين، نعم، والشعيرات الدموية. فالصيام في الصيف أساسا، نعم، تتسع به الشرايين وشعيرات الدم، نعم، والأوعية الدموية، نعم، ويرتاح القلب عن عملية الضخ، فيضخ دما خفيفا. الدم يكون ميزانه، نعم، خفيف، فيضخ الدم في الجسم، في كامل الجسم، براحة، ولا يتعب القلب، يرتاح لمدة شهر كامل. هذه الأولى، فيتخلص بذلك مما نسميه الكوليسترول في الدم. نعم، خاصة الكوليسترول هو يعني موجود عند الكثير من يعانون السمنة خاصة، وممن هم يتناولون اللحوم والدهنيات كثيرا، ثم أنه مرض وراثي حقيقة. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم الصيام، نعم، كحل وكشفاء. هذا أولا. ثانيا أحبابي في الله،
فكل الأعضاء داخل الجسم، كل الأعضاء من معدة، نعم، من كبد، من طحال، نعم، من قلب، من رئتان، كلها ترتاح. للمدخنين مثلا ترتاح الرئتان، نعم، يكون التبادل في الدم بين الرئة والدم بالأكسجين، نعم، سهل جدا، سهل. ثم القلب يرتاح، ثم المعدة والأمعاء تتطهر، نعم. لماذا؟ لأنك في الصيف لا تأكل كثيرا فتمتلئ الأمعاء والمعدة، بل أنك تشرب كثيرا من السوائل، وتلك السوائل أصلا كالماء أيضا، وشرب كثير من الماء عند الإفطار فهو أصلا يغسل حتى الكلى، وهي أهم الأعضاء التي تنتفع من الصيام، الكلى والقلب والمعدة، نعم، والرئتان أيضا. إذا ها هنالك راحة، هنالك راحة. إذا فأنت في رمضان تتخلص من الكوليسترول. ثم رويدا لمن يعانون مرضى السكري مثلا، والمنتشر كثيرا. إذا فمرضى السكري ناتج عن إفرازات مثلا بين الكبد والطحال وغيره. فلعلمك أن في هذا الشهر عندما ترتاح هذه الأعضاء كلها، كل الأعضاء حتى العقل، حتى عقلك أيضا، دماغك يرتاح، لابد أن يرتاح، خاصة إذا طبقت الصوم مع الصيام، عدم الكلام، التقليل على الأقل من الكلام مع الناس والجدال، نعم. فهذه الأعضاء عندما ترتاح رويدا تعيد ما يسمى التوازن بينها، لأن الأعضاء كلها مرتبطة ببعضها بعضا، نعم. يعود ذلك التوازن ويذوب ذلك الاختلال في عمل تلك الأعضاء، وبالتالي تعود تلك الأعضاء إلى العمل مجددا بعد شهر الصيام وكأنها صنعت من جديد، فتعود إفرازات تقضي على السكري. ثم أن في الصيام درجات السكري في الدم، نعم، يلتهمها الجسم، يلتهمها، يحرقها، نعم، يحرقها فيتخلص من السكر. الآن أحبابي في الله نأتي لأهم ما هو في الصيام، كذبة السرطان والسرطانات العظمى، الأوبئة التي يصنعونها بأيديهم ليبيعوا لكم الدواء، الفيروسات التي ينتجونها في المخابر، نعم، أعمال هذا القبيح ليبيعونكم الدواء ويسلبون أموالكم، نعم، الجراثيم التي ينشرونها والميكروبات، نعم، والفيروسات التي تصنع حتى يستغلونكم ويأخذون مالكم. السرطان أيضا، السرطانات، المعلومة أن السرطان عبارة عن خلية فيها، نعم، معلومات جينية. هذه هي المعلومات الجينية في عديد الخلايا، نعم، الخلايا داخل ما نسميها، نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الغدد. تعمل داخل الغدد لإنتاج إفراز أشياء ما، سوائل، نعم، أشياء وما نسميها إفرازات هي متطلبة يطلبها الجسم عادة للتوازن. فعندما تختل هذه الخلايا بمفعول ماذا؟ بمفعول خاصة مفعول العادات السيئة في الأكل مثلا، نعم، خاصة وهي عادات في الأكل، مثلا الكحول، التدخين، الأكلات المحرمة مثل لحم الخنزير مثلا، أشياء أخرى، نعم، عادات سيئة في الأكل. فهذه العادات السيئة في الأكل، نعم، وفي أعمال أخرى سنأتي عليها تسبب اختلال هذه الموروثات الجينية، هذه المعلومات الجينية، فتصبح هذه الخلية عبارة عن
عدو للجسم. لكن هذه الخلية التي أصبحت عدوا من الجسم هي بالأساس تكونت في سوء نظام غذائي، بسوء نظام غذائي أساسا. هذا سبب من الأسباب. فهي تتشبع وتأكل ما حولها نعم من غذاء، وتستعمل تلك الحريرات في الجسم الناتجة عن الغذاء. ما رأيك أولا إذا أردت أن توقف عدوا فحاصره، عملية محاصرة، أو أن تبني عليه خندقا. الحصار في الحروب هذا معلوم، مثل ما حاصروا البلدان الإسلامية والعربية، كانوا يحاصرونها. حاصروا بغداد، حاصروا سوريا، حاصروا اليمن اليوم، ولا زالوا يحاصرون، كل مرة يحاصرون بلدة من بلداننا وأمتنا. لماذا؟ لقطع الغذاء عليهم، ورب ضارة نافعة. نعم، عسى أن تكرهوا شيئا ما هو خير لكم. إذن فهم نفس الأسلوب يعتمدونه عندما نحاصر هذه الخلية ونمنع عنها أسباب التكاثر، لأنها تتكاثر بسرعة، وهو الغذاء، الحرارات، نعم، البروتينات، كل ما هو غذاء لهذه الخلية التي أصبحت تفرز وتتكاثر، وهي أصبحت عدوة للجسم. حينها ستقف عن التكاثر في الصيام، ثم أن الجسم في الصيام سيجد الجهاز المناعي وخلايا المناعة، ستجد الدم يدور في الجسم براحة، ثم سيكون مشبعا بالأكسجين أكثر. ثم أن أسباب تكاثر وغلبة هذه الخلية، لأنها ستصبح جيشا وجندا كبيرا، سيقف وسيصبح جيشها وجندها نعم محدودا. فالجهاز المناعي حينها نعم، وهنالك أعضاء في الجسم خاصة هي بالأساس تستطيع أن تلتهم هذه الخلايا، وبذلك نعم يقف السرطان، لا يتكاثر مهما كانت مراحله، إلا إذا وصل مراحل كبيرة جدا 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 لم يعد ينفع معها الصيام. لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. نعم، هذا قول الله. نعم، إذا فسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذه بعض الخصائص التي هي أصلا أساسا في صيام ماذا؟ في صيام الصيف، الرمض، وهو أساسا التنافر الحراري، منع الشياطين، تهيئة الجسم وتحضيره نعم لأن يدافع عن نفسه، ليعيد التوازن أساسا. نعم، حتى أن الجلد أصلا، جلدك يا ابن آدم، هذا الجلد في الحر تخرج ما يسمى الجبيم نعم والدهنيات بمفعول الحرارة الخارجية، وأنت لا تزيد في تغذية الجلد من داخل الجسم، فأنت تمنح الجسم حتى نعم يتمدد ويخرج تلك الشحوم الدهون وتلك الإفرازات من السيبيم وغيرها ليتخلص منها. فحتى أن التجاعيد نعم تختفي، عديد من التجاعيد في الوجه وفي الجسم كلها نعم تختفي بعد شهر كامل، فيعود الجلد يتنفس من جديد نعم، وتلك الممرات التي يتنفس منها الجلد تتسع نعم، ولا يكون فيها حواجز من تلك الدهنيات والشحوم التي أحيانا تسبب تلك ما يسمونه النمش. وخاصة من يعانون مثلا البرص، عافانا وعافاكم الله. نعم، لأن البرص في حد ذاته هي خلايا جلدية تأكل ما يسمى الميلانين وتستعمله لغذائها لنفسها. فالبرص أساسا لابد له من الصيام وتعريض الجلد لحرارة الشمس. إذا لعل من يتابعني من الأطباء ومن غيرهم، أنا أتحدث بأسلوب علمي من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث العلمية وليست الأحاديث المفبركة. نعم، صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، شفاء ورحمة للمؤمنين.
وأن تصوموا خير لكم. إذن فالجلد يعود أساسا نعم لعمله ووظيفته نعم العظيمة جدا. نعم. إذن ها هنا أكثر من ذلك، فالجسم يتخلص من تلك الدهنيات والشوائب والشحوم المتراكمة التي تعطل، الشحوم التي تعطل، لا تعطل الجلد فحسب، بل هي تعطل حتى نعم الدورة الدموية، تعطل عمل الأعضاء من قلب نعم ومن معدة ومن كلى أيضا. نعم. إذن هنا أنت في الصيف تشرب كثير من الماء، تطهر نعم الكلى نعم تطهيرا نعم، وتعيد تناسق عمل الأعضاء. الكثير والكثير لم أتحدث فيه بالنسبة خاصة حتى في عمليات المجال البولية، حتى في البروستاتا والانتفاخ ونعم والتشنجات. لم أتحدث عن الجهاز العصبي وارتياح الجهاز العصبي بما هو متعلق يعني بالدماغ وعمل الدماغ والذاكرة أيضا، سنصل إلى ذلك في حلقات أخرى. أقول لكم هذه بداية حول الصيام في الرمض. نعم. ما الذي سينفعك في صيام الشتاء أو الخريف أو الربيع؟ ليس هنالك بالأساس تنافر حراري بين داخلك وخارجك. نعم. أنت في الشتاء تأكل كثيرا وتشرب الماء قليلا، إذا ما الذي فعلته؟ لم تفعل شيئا. في الخريف كذلك. نعم. وفي الربيع أيضا، خاصة في الربيع تستهلك الدهون بأنواعها وأشكالها، لم تفعل شيئا. لكن الحكمة من الله سبحانه وتعالى في شهر الرمض، شهر الرمض شفاء من المرض، أن يكون الصيام صيفا في أوج الحر، ستحس حرارتك الداخلية أقل من الحرارة الخارج، وبذلك تحس نفسك وأنك ريشة تطير. لذلك كان المسلمون عندما يجاهدون وهم صيام كانوا يربحون الحروب. لماذا؟ لأنهم صيام. لماذا؟ لأنهم يحسون أجسامهم خفيفة جدا وأعضاءهم تتفاعل بسرعة. نعم. كانوا مثل الطيور أصلا. ذلك هو سبب الانتصارات في رمضان، قتال كبير فيه. نعم. إلى هنا أحبابي في الله، لم أنسى شيئا أن أقوله، وأننا رويدا نحن نؤكد أن الصيام لا يكون إلا هذه الأيام. هو لا يقتل الصيام، نعم، لا يقتل في الحر، إلا إذا كان الإنسان مضطرا نعم لأن يشرب الماء مثلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الله رؤوف ورحيم بعباده. نعم. لكن أن تصوموا وتجد الفرصة لتصيم هذا الشهر المبارك، نعم، فأنت تشفي نفسك، تتقرب إلى الله أكثر، وتطهر نفسك من هذه الملاعين، هذه الطاقات الشريرة النارية. لذلك أيوب عليه السلام قال رب العزة فيه: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. نعم. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.